السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الدم في المنام للرجل الأعزب والمتزوج. أولا، ما معنى خروج دم من الأنف؟ إذا كان خروجه سهلا دون ألم فهو مال يحصل عليه من عمل أو تجارة. إذا كان مصحوبا بألم أو كان غزيرا يدل على خسارة مالية أو تعب في تحصيل الرزق. خروج دم من الدبر قد يشير إلى إنفاق المال سرا أو إخراج مال يسبب غضب أو ضغط أو التخلص من مال مصدره غير مشروع. بصق الدم أو خروجه من الفم يدل على كلام سيء أو نميمة أو غيبة أو مال يخرجه مرغما أو توبة من ذنب يتعلق باللسان. الاستحمام بالدم أو السقوط فيه رؤية غير محمودة تدل على الانغماس في الذنوب أو الاختلاط بالمال الحرام أو ارتكاب ظلم عظيم. الخوف من الدم، إذا رأى الرجل الدم وشعر بالخوف أو الاشمئزاز فهذا يدل على أنه واعي للخطأ أو الخطيئة التي يرتكبها ويخشى عواقبها. تضميد الجرح بعد نزف الدم يدل على التوبة النصوحة أو تسديد الديون أو التعافي من أزمة مالية أو نفسية وبدء صفحة جديدة. الدم على يد شخص آخر في منام الرجل، إذا رأى الدم على يد شخص يعرفه يدل على أن هذا الشخص قد ارتكب خطأ في حق الرائي أو في حق شخص آخر ويجب الحذر منه. رؤيا دم الأضحية غالبا ما يدل على الفرج أو أداء واجب أو عهد ديني مثل حجة أو عمرة أو نذر. الرجل المتزوج إذا رأى دم حيض زوجته على فراشه وكان طبيعيا فقد يدل على خلافات بسيطة سرعان ما تنتهي أو قرب حمل الزوجة إذا كانت تنتظر حملا أو انتهاء فترتها. للرجل الأعزب إذا رأى دم الحيض في غير محله مثل ملابسه أو الطريق قد يدل على ارتكاب خطأ أخلاقي أو مالي كبير أو السقوط في فتنة. شرب الدم أو تناوله قد يشير إلى إدخال مال حرام على أسرته أو ظلم أحد أقاربه أو أفراد عائلته. قيء الدم قد يفسر بزوال الهموم والمشاكل الكبيرة التي تثقل كاهل الأسرة أو التوبة من خطأ ارتكبه في حق زوجته أو أولاده. خروج دم من جسده جرح أو إصابة قد يدل على إنفاق ماله في أمر غير مجدي أو خلافات عائلية تؤدي إلى نزف في العلاقة أو التخلص من هم كبير يخص الأسرة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.